السلام عليكم ورحمة الله. يوم المغرب ينهض بالكرة الإفريقية كداتيري. يوم مدرب منتخب الغابون أمس الجمعة بليبروفيل أن الإنجازات الكروية التي حققتها مختلف المنتخبات المغربية على المستوى الدولي والدينامية الحالية لكرة القدم المغربية هي ثمرة سياسية رياضية طموحة. واعتبر مويوما خلال ندوة صحفية خاصة لتقديم اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمواجهة المنتخب المغربي برسم الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا لأمم أفريقيا للأمم المغرب 2025 أن النتائج التي حققتها مختلف المنتخبات المغربية وأبرزها تأهل أسود الأطلس إلى الدوري نصف النهائي لكأس العالم 2022 تعكس نجاح السياسة الرياضية المتعددة منذ سنوات عدة. وأضاف قائلا: يجب الإشادة بالجهود التي يبذلها المغرب على المستوى الرياضي لا سيما في مجال كرة القدم، فالمغرب يسعى إلى أن يصبح أول بلد إفريقي على الصعيد الرياضي، مشيدا بالإرادة السياسية القوية الرامية إلى تعزيز الممارسات الرياضية بمختلف جوانبها. وأبرز في هذا الصدد أن المغرب يمثل الآن نموذجا يقتدى به في المجال الرياضي بإفريقيا، مشيرين إلى أن المملكة التي نجحت في إرساء استراتيجية رياضية استباقية وطموحة تجني حاليا ثمار هذه السياسة من خلال إنجازات غير مسبوقة. وأشار مدرب المنتخب الغابوني إلى الدور الرائد الذي تقوم به أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي افتتحها الملك محمد السادس سنة 2010 في تكوين لاعبين رفيعي المستوى، لافتا إلى أن المغرب يتوفر على بنية تحتية رياضية ذات مواصفات عالمية. كما أشاد اللاعب الدولي الغابوني السابق بجهود المملكة للمساهمة في تطوير رياضة كرة القدم، فضلا عن مبادرتها للنهوض بكرة القدم الإفريقية من خلال وضع بنيتها التحتية وخاصة مراكز التكوين والملاعب رهن إشارة الدول الإفريقية وتنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية. من جهة أخرى، أكد مدرب منتخب الفهود ضرورة تعزيز التعاون في المجال الرياضي بين المغرب والغابون، البلدين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات وطيدة، داعيا إلى الاستفادة من التجربة المغربية وتقدمها على المستوى الرياضي، بخصوص المباراة التي ستجمع بين الفهود والأسود الأطلس يوم الجمعة المقبل. وأوضح تيري ميوما أن الهدف السياسي للاعبيه هو الفوز بالنقاط الثلاثة لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية دون انتظار نتيجة مباراته أمام منتخب إفريقيا الوسطى. وأشار بصلابة دفاع المنتخب المغربي الذي لم يتلقى سوى هدف وحيد منذ بداية التصفيات، مشيرا إلى أن عودة المهاجم إميريكي أو أوماميانغ الغائب عن المواجهتين ضد ليسوتو في أكتوبر الماضي سيكون لها تأثير إيجابي على زملائه الذين سيحاولون اختراق دفاع أسود الأطلس وتحقيق الغاية المرجوة. وقال المدرب الغابوني: أعتقد أننا استخلصنا العبرة من الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب لإعداد الفريق الأمثل، مشددا على أهمية اللعب الجماعي خلال هذه المباراة. وأضاف قائلا: فاز المغرب في المباراة الأولى واللاعبون الغابونيون لم يكونوا واقعيين، معتبرا في المقابل أن الدفاع المغربي أقل سرعة من المهاجمين الغابونيين، وهو ما قد يصنع الفارق في المباراة المقبلة. ويواجه المغرب متصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة منتخب الغابون يوم 15 نوفمبر الجاري في فرانسفيل، على بعد أكثر من 700 كيلومتر من العاصمة ليبروفيل، قبل أن يستضيف ليسوتو يوم 18 من الشهر نفسه على الملعب الشرفي بوجدة. وتحتل الغابون المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متفوقة على جمهورية إفريقيا الوسطى 3 نقاط، فيما تحتل ليسوتو التي أقصيت من المنافسة المركز الرابع بنقطة واحدة. ودوليا، حزب الله يستهدف قاعدة شمال حيفا. أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف قاعدة زوفلون الإسرائيلية للصناعة العسكرية شمال مدينة حيفا بصالية صاروخية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق تليجرام أن سلاح الجو شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب بيروت بعد منتصف الليل، بينما نفذت القوات الإسرائيلية مزيدا من الهجمات على قطاع غزة. وقال
الجيش العبري أن الطيران استهدف مراكز قيادة وموقعا لتصنيع الأسلحة وبنية تحتية تابعة للمنظمات حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. ودوليا أيضا جيش بلوشستان يسقط قتلى بباكستان، وقتل 25 شخصا على الأقل اليوم السبت جراء تفجير تبنى انفصاليون من البلوش في محطة القطارات الرئيسية بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، والتي كانت مكتظة بالركاب. وأعلن المتحدث باسم الحكومة المحلية في إقليم بلوشستان المحاذي لأفغانستان وإيران أن الحصيلة ارتفعت إلى 25 قتيلا بينهم امرأة. وكانت الشرطة قد أفادت في وقت سابق بسقوط 17 قتيلا، محذرة من احتمال ارتفاع العدد، وبعد أكثر من ساعة على التفجير الذي وقع قرابة الساعة 8:45 في المحطة المركزية بمدينة كيوتا العاصمة الإقليمية. أعلن مستشفى المنطقة أنه لا يزال يستقبل جثة ومصابين. وقد تبنى جيش تحرير بلوشستان إحدى الحركات الانفصالية الرئيسية في الإقليم مسؤولية تنفيذ التفجير. وأفاد التنظيم في بيان أن إحدى وحداته استهدفت وحدة للجيش الباكستاني كانت عائدة إلى البنجاب عبر المحطة بعد دورة تدريبية في معهد المشاة. ويعرف جيش تحرير بلوشستان بتبنيه هجمات دامية تستهدف قوات الأمن والباكستانيين قادمين من أقاليم أخرى خاصة من البنجاب. وفي أواخر غشت الماضي أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم منسق أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل في واحدة من أكثر العمليات الدموية في المنطقة. ويعتبر بلوشستان أكبر إقاليم باكستان وأفقرها رغم امتلاكه موارد كبيرة من الغاز والمعادن، ويشهد حركة انفصالية تطالب بالحكم الذاتي. وقد تكثف الانفصاليون البلوش في السنوات الأخيرة هجماتهم على الباكستانيين القادمين من مناطق أخرى للعمل في الإقليم، كما شنوا هجمات متكررة على الشركات الأجنبية لا سيما الصينية التي يتهمونها باستغلال ثروات المنطقة دون إشراك السكان فيها. ومغربيا جددت سكرتارية الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب، مؤكدة أن مشروع القانون التنظيمي المعد يشكل أداة لتجريم هذا الحق وتقييد ممارسته، ما يهدد بمزيد من استعباد الطبقة العاملة والشغيلة وفق مضمون بيان توصلت به جريدة إسبريس الإلكترونية بنسخة منه. وأشار السكرتارية ذاتها إلى رفضها القوي للمخططات إصلاح أنظمة التقاعد التي تستهدف تقليص المكتسبات الحالية للعمال، وكذلك رفض إدماج الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNS، وهو ما يعتبر هجوما على خدمات الصندوق ومكتسبات منخرطيه. شكرا لكم على حسن المتابعة.